السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. دي تكملة القصة بتاعة الغربة 17. وطبعا لازم تسمعوا الأجزاء اللي فاتت عشان تفهموا الحلقة بتاعة النهاردة. هسيب لكم لينك الحلقة في الديسكريبشن تحت، خشوا شوفوها وبعد كده اسمعوا القصة دي. آخر حاجة كانت نورة واقفة عندها، كانت نازلة من عند صاحب الشقة. نورة بتقول: ولما لقيت باب الشقة مفتوح قعدت قدام باب الشقة لمدة دقايق قبل ما ادخل، علشان بجد كل اللي حصل لي من ساعة ما جيت الشقة ديت مش طبيعي وكتير قوي عليا. المهم دخلت لقيت البيت كان هادي جدا زيادة عن اللزوم، فجت لي فكرة ان انا اسجل يومي بالتليفون. وفعلا قررت ان انا افتح الكاميرا بتاعة التليفون واسجل يومي علشان اشوف هل اللي انا بشوفه ده حقيقي ولا اوهام، ولو اوهام اروح للدكتور واشوف ايه سبب الاوهام دي. وفتحت الكاميرا وحطيت التليفون في حتة عالية عشان تجيب جميع الزوايا، ورحت قعدت في الصالة اريح شوية، وكان النور الشقة انا طفياه، وسبت الاباجورة اللي جنبي اللي على الترابيزة. وبعد 10 دقايق سمعت صوت، مش صوت خطوات حد، لا، صوت حركة خفيفة جدا كأن حد بيقلب في حاجة على الترابيزة اللي في المطبخ. فقمت اشوف ايه الخبط ده ولا ايه الحركة ديت ولا ايه الصوت ده، دي مش جديدة عليا. فقمت بالراحة ووصلت للمطبخ، لقيت المفكرة اللي كنت المفروض لاقياها تحت السرير وسايباها في الأوضة، لقيتها محطوطة على الترابيزة اللي في المطبخ. أنا مش عارفة جات ازاي من الأوضة للمطبخ، أنا مش عارفة. ومسكت المفكرة وفتحتها، لقيت مكتوب فيها: انت بتسجلي ليه؟ أنا هنا قلبي كان هيقف، فقمت جريت على الموبايل علشان أشوف سجل ايه، يمكن سجل حد أنا ما شفتهوش. وأنا بفتح معرض الصور لقيت إن في فيديو متسجل أصلا من فترة، وأنا مش فاكرة إن أنا سجلت تسجيل قبل كده. وقبل ما اتك عليه وأشوفه لقيت النور قفل مرة واحدة، فقمت فتحت المسجل الصوت وقلت أنا لو حصل لي حاجة أنا في الصالة. وبعديها لقيت النور اشتغل، فرجعت افتح معرض الصور علشان اشوف الفيديو ده. وفعلا فتحت الفيديو، لقيت الفيديو ده مدته قليلة ومتسجل من اسبوع. ولقيت الفيديو عبارة عن شاشة سودة وحد قريب جدا من المايك بيقول بصوت وحش: وبعد التسجيل ده انا قررت ان انا لازم امشي من الشقة دي، مش لازم افهم ولا حتى افسر اللي بيحصل، ومش هستنى في الشقة دي. وفعلا رحت الأوضة لميت حاجتي في الشنطة، وكانت الشنطة تقيلة شوية، ورحت على باب الشقة ولبست الكوتشي. وانا بشيل الشنطة لاحظت ان الشنطة بقت خفيفة، ففتحتها لقيت بعض الحاجات اختفت والمفكرة مختفية برضك، فما شغلتش بالي. انا قلت يلا انا همشي، وقمت فتحت باب الشقة وجريت. وانا نازلة على السلالم نور العمارة كان بإيده بيطفي بيرعش، وسمع خطوات حد نازل ورايا نفس خطواتي. اقف عشان اسمع، الاقي الخطوات تقف، انزل نفس برضك الخطوات تنزل معايا. فقمت مديت خطوتي شوية ونزلت. قبل ما اوصل للبوابة بتاعة العمارة لقيت صوت ورايا بيقولي: انت نسيتي دي. فلفيت مرة واحدة لقيت المفكرة محطوطة على اول السلم، فقربت بالراحة كده وقعدت ابص حواليا، ملقيتش حد. ففتحتها لقيت مكتوب فيها: الهروب بيتأجل بس. فقمت رميت المفكرة من ايدي وقمت جيت على البوابة ومشيت. وانا بجري في الشارع حسيت ان الناس طبيعية، فقمت اهدي نفسي كده عشان محدش ياخد باله.
ووقفت على الجنب بعيد شوية عن العمارة واتصلت بأوبر عشان العربية تيجي توصلني للبيت أو توصلني للفندق أو أي حاجة لحد ما أوصل للبيت عند أهلي. وأنا مستنية أوبر لقيت رسالة مبعوتالي على الواتساب برقم مجهول مكتوب فيها انت نزلتي رحتي فين. أنا بصيت على الشقة مرة واحدة لقيت أنوار الشقة قايدة مع إن أنا متأكدة والله إن أنا قافلة الأنوار قبل ما أنزل. وأنا ببص حسيت إن في حاجة سودة واقفة عند الشباك، ففتحت الكاميرا بتاعت التليفون علشان أشوف إيه النقطة دي. أنا كنت ساكنة في الدور التاني يعني المسافة مش بعيدة، وفتحت الكاميرا وعملت زوم كده علشان أشوف. لقيت بنت واقفة ورا الشباك ولابسة لبسي. فرفعت الموبايل ومرة واحدة لقيتها ماسكة التليفون وبتصورني زي ما أنا ما بعمل. ومرة واحدة لقيت إشعار رسالة ظهر لي على التليفون، فاتكيت عليها وفتحتها لقيت مكتوب فيها اختاري لا ترجعي لا كمل أنا مكانك. فببص على الشباك تاني لقيت النور مقفول والدنيا طبيعية. والأوبر جه وركبت وبعت اللوكيشن للأوبر وبعت رقم العربية لوالدي. لما والدي عرف قال لي لازم تيجي على البيت، واكلم صاحب الأوبر والحمد لله كان راجل محترم ووصلنا عند أهلي. ولما رجعت عند أهلي حكيت كل حاجة، ومن هنا حرمت ان انا اقعد تاني في حتة لوحدي ومش هنزل تاني في حتة غير عند أهلي. فبابا بعدها راح للراجل صاحب الشقة علشان يديله مفتاح الشقة. أنا كنت جريت ولا اديت المفتاح الشقة للراجل ولا أي حاجة، أنا ما كنتش عندي إدراك ولا أعصاب إن أنا أطلع أدي للراجل المفتاح. فبابا خد المفتاح واداه لصاحب الشقة، وبابا سأله وقال له أنا لازم أعرف حقيقة الشقة دي، أنا حصل لبنتي حاجات كتيرة فيها. فالراجل قال له قبل بنتك ما تقعد في الشقة دي كان في بنت كان عندها فضول زيادة عن اللزوم، وكانت بتحب قوي كتب السحر والطقوس الغريبة والكلام ده، وحاولت تعمل طقوس تقول إن هي هتحمي نفسها أو هتجذب لها الحظ وكده. بس الطقوس دي كانت أخطر منها بكتير، والنتيجة إن البنت ديت ماتت فجأة في الشقة ومحدش عارف سبب موتها. وظهور البنت في الشقة دي روحها، مش بنت حقيقية، دي روح البنت، وسابت أثر في البيت بسبب إن هي كان في أغراض منها في البيت أنا مقدرتش إن أنا ألمها وأخدها. المفكرة بتاعت البنت، حتى الكتب السحر وبتاعت الطلاسم دي أنا كنت مخبيها في دولاب في الشقة عشان أنا ما كانش عندي وقت إن أنا أشيل الكلام ده عشان بنت حضرتك جت وكانت طالبة الشقة ضروري. فبابا قال له أنت المفروض كنت تحكي الكلام ده لبنتي قبل ما أنت تديلها المفتاح وأنت عارف إن هي بنت لوحدها. فصاحب الشقة اتأسف لبابا جدا، وبابا رجع وحمد ربنا إن أنا بقيت كويسة. بس طبعا أنا مرجعتش زي ما أنا بدأت أشوف البنت ديت حتى في البيت عندنا، حاسة إن في حد معايا مش لوحدي، مش عارفة أعمل إيه. انتوا رأيكم أعمل إيه؟ اللي حصل في شقة رقم 17 مش بس عن شقة فاضية ولا بنت ماتت بسبب فضولها مع السحر، دي حكاية عن الوحدة والخوف اللي ساعات بيكبر جوه المكان لدرجة إن البيت نفسه يحسسك إن في حد بيراقبك. والكتاب والمفكرة وكل التفاصيل الصغيرة ديت كانت رسالة واحدة، مش كل اللي بنبدأه نقدر نكمله، ومش كل اللي بنشوفه بيبقى خيال. أحيانا المكان اللي بنسكنه بيخلق نسخ مننا بتكرر خطواتنا
وبتسيب أثرها حتى بعد ما بنخرج. شقة رقم 17 علمت كل اللي دخلوا فيها إن في حاجات بتتبعهم وده أثرها، وممكن يفضل معاك بعد ما تسمع القصة دي. وهنا هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وقولوا رأيكم في التعليقات. شكرا.